الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين، على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لازلنا في قراءة شرح تفسير كلمة التوحيد، وهي كلمة لا إله إلا الله. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: فإن المنافقين يقولونها وهم تحت الكفار. قال الله عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى: المنافقون الذين هم في الدرك الأسفل من النار هم الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، لأنه لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وصار حوله المهاجرين والأنصار وقوي الإسلام وانتصر الدين في بدر، تلك الواقعة العظيمة التي طار بخبرها في المشارق والمغارب، أو في المشرق والمغرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم انتصر على صناديد قريش، وقريش كانت تاج العرب وكان الناس ينظرون إليها. فلما انتصر عليها النبي صلى الله عليه وسلم في بدر وقتل رؤوسها، عند ذلك قال المنافقون: نحن وقعنا في المدينة بين المهاجرين والأنصار ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وماذا نعمل؟ أي هكذا يقول المنافقون لبعضهم. لجأوا إلى حيلة، وهي أنهم يظهرون الإسلام من أجل أن يعيشوا مع المسلمين ويحافظوا على دمائهم وأموالهم. والرسول صلى الله عليه وسلم ليس له إلا الظاهر، لا يدري عن القلوب إلا الله سبحانه وتعالى. فمن أظهر الإسلام قبلناه منه حتى يظهر منه ما يخالف ظاهره. وقالوا لا إله إلا الله وشهدوا للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة ظاهرا، كما قال الله تعالى عنهم: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة يعني سترة يستترون بها. فالمنافقون دخلوا في الإسلام لما رأوا قوة المسلمين ظاهرة، وبقوا على كفرهم باطن والعياذ بالله، ولذلك جعلهم الله تبارك وتعالى في الدرك الأسفل من النار، تحت المشركين، تحت عباد الأوثان، تحت الملاحدة، لعظيم جرمهم وخداعهم ومكرهم. قال الله عز وجل: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. فالمنافق يقول لا إله إلا الله وهو في الدرك الأسفل من النار، فكيف تقولون أن لا إله إلا الله يكفي مجرد التلفظ بها؟ يعني الشيخ يوضح أن كثيرا من المسلمين يقولون أن من قال لا إله إلا الله خلاص كده هذا ضامنا مكانه في الجنة، وهذا كذب. فلا إله إلا الله لابد لها من قول واعتقاد وعمل بالجوارح والأركان، وليس مجرد قول فقط. فدل على أن مجرد النطق بها أي بلا إله إلا الله لا يكفي، إلا باعتقاد القلب وعمل الجوارح، أن يعتقد الإنسان أن الله عز وجل هو الإله الحق، وما عبد من دونه فهو باطل، وهو الذي بيده مقادير السماوات والأرض، أي يعلم المسلم هذا علم اليقين. طيب، مما مر علينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشيخ أن النبي صلى الله عليه وسلم له الظاهر، يعني إذا قال كافرا أمام النبي صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله، حتى إن كان قالها خوفا من المسلمين أو خوفا من السيف، لا ينبغي للمسلمين أن يقتلوه. وخالف في هذا الخوارج قديما وحديثا، قديما وحديثا. فحديثا حينما مر معنا من هؤلاء المجرمون المسمى بداعش، حينما ذبحوا العدد الكثير من المسلمين في اليمن أو في ليبيا، وكانوا وهم يذبحون كانوا ينطقون الشهادة، ينطقون أن لا إله إلا الله، فما كان ينبغي لهم أن يقتلونهم حتى وإن قالوا هذه الكلمة مخافة من السيف.
فالإسلام الصحيح لا يقر هؤلاء المجرمين، فهؤلاء صنعوا وصنعتهم أمريكا والدول الكافرة لتشويه الإسلام والمسلمين. فينبغي علينا أن نعلم أن هؤلاء مجرمون، هؤلاء مجرمون. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب، نرجع إلى كلام صاحب المتن، مع كونهم يصلون ويتصدقون. المنافقون يصلون ويتصدقون ويخرجون للجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظاهر، ولكنهم منافقون في قلوبهم، وهم يقولون لا إله إلا الله فلا تنفعهم هذه الكلمة. هذا شرح الشيخ الفوزان. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: ولكن المراد قولها مع معرفتها بالقلب ومحبتها ومحبة أهلها وبغض من خالفها ومعاداته. هذا المتن. أما الشيخ فيقول: المراد من قول لا إله إلا الله قولها باللسان مع اعتقاد القلب بها والعمل بمقتضاها وموالاة أهلها ومعاداة من خالفها، وهذا هو الحب في الله والبغض في الله. هذه كلها من مقتضى لا إله إلا الله، وهذا كله من مقتضى لا إله إلا الله. ولهذا قالوا لا إله إلا الله لها 7 شروط نظمها بعض العلماء: علم يقين وإخلاص وصدق مع محبة وانقياد والقبول لها. زاد الشيخ سعد بن عتيق شرطا ثامنا فقال: وزد ثامنا الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد ألها. وأركان لا إله إلا الله هما النفي والإثبات، فلا يكفي النفي ولا يكفي الإثبات بل لابد من الاثنين. لا إله إلا الله تنفي الآلهة من ما كانت دون الله عز وجل إلا الله، إثبات أن الله عز وجل هو الإله الحق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله مخلصا، وفي رواية خالصة من قلبه، وفي رواية صادقا من قلبه، وفي حديث آخر: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله عز وجل، إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على جهل أكثر الناس بهذه الشهادة. قال الشارح الشيخ الفوزان: من قال لا إله إلا الله مخلصا، هذا قيد، لم يقتصر على قوله من قال لا إله إلا الله، بل قال مخلصا من قلبه، فالإخلاص شرط. لا يكفي أنه يقول لا إله إلا الله حتى يكون ذلك خالصا من قلبه، لئلا يكون من المنافقين الذين يقولونها بألسنتهم ولكن لا يقولونها بقلوبهم. ومن قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله عز وجل، هذا أيضا قيد عظيم، وهو قول وكفر بما يعبد من دون الله عز وجل، لأن كثيرا يقولون لا إله إلا الله ولا يتركون عبادة القبور ودعاء الأموات والاستغاثة بهم أي بالأموات وطلب الحاجات من غير الله. هؤلاء لا تنفعهم لا إله إلا الله، لأنهم لم يكفروا بما يعبد من دون الله عز وجل. أكثر الناس يجهلون هذه الشهادة، يحسبونها مجرد لفظ يقال باللسان، وكثير من العلماء لا يفهمون أصلا. الشيخ هنا انتبه، الشيخ الفوزان يوضح: كثير من العلماء لا يفهمون معنى لا إله إلا الله، وهم علماء في الفقه، علماء في النحو، علماء في الحديث، ولكن أكثرهم ليس له عناية بالتوحيد، أو يتعلم عقيدة الأشاعرة علماء الكلام التي تقتصر على توحيد الربوبية. طيب، هنا وقفة وتنبيه. الشيخ يوضح أن كثيرا من العلماء ولكن ليسوا علماء في التوحيد، ليسوا علماء في العقيدة. فالشيخ يقول علماء في النحو، علماء في الحديث، علماء في الفقه. قال: وأكثرهم يتعلم عقيدة الأشاعرة التي هي تقتصر على توحيد الربوبية، أي أن لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا محيي إلا الله، لا مميت إلا الله، وهذا جزء من 3 أجزاء. ويقولون لا إله إلا الله ويفسرونها بأنها لا خالق إلا الله، لا يقدر على الاختراع إلا الله، هذا تفسيرهم لها. فهم لا يعتقدون توحيد الربوبية، ويفسرون لا إله إلا الله بما لا يزيد عنها توحيد الربوبية، ولا يتعرضون لتوحيد الألوهية الذي هو مطلب لا إله إلا الله. اقرأوا عقائد المتكلمين تجدون أنهم يركزون على إثبات وجود الله عز وجل، كأن الله فيه شك، أي كأن المسلمين يشكون أن الله غير موجود، والاعتراف بأنه هو الخالق الرازق المحيي المميت إلى آخره، ولا يذكرون العبادة لا يذكرون الألوهية أبدا. هذا لا يزيد على دين المشركين الذين قال الله فيهم:
قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. فالمشركون يثبتون أن الرب موجود، ولكن يعبدون غيره ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ما يقولون أنهم يخلقون، أي الذين يعبدونهم غير الله عز وجل، ويرزقون، ولكن يقولون إنهم شفعاء وسائط لنا عند الله عز وجل. فالأمر خطير جدا، فهناك لبس كثير في هذا الأمر، وضل كثير من هذا، وضل كثير من الناس بهذا اللبس الذي يلخص التوحيد ويبين معنى لا إله إلا الله، ويقولون هذا يكفر المسلمين. نحن نبرأ إلى الله من الذي يكفر المسلمين، نحن ما نكفر إلا من كفره الله ورسوله، فالذي لا يحقق لا إله إلا الله قد كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يعني أن أهل السنة والجماعة يقولون أن من سأل أحدا غير الله عز وجل نفعا أو ضرا هذه أفعال الكفار، وربما جره هذا إلى أن يكفر بالله عز وجل، إلى أن يكفر بالله عز وجل. فالمشركون كانوا يعلمون أن الله عز وجل هو الخالق الرازق المحيي المميت، ولكن يعبدون مع الله عز وجل آلهة أخرى. فإذا سألتهم لماذا تعبدون هذه الآلهة مع الله رغم أنكم تعترفون أن الله عز وجل هو الخالق الرازق المحيي المميت، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يعني كأنهم أخذوا هذه الآلهة وسائط بينهم وبين الله عز وجل. والله عز وجل لا يحتاج إلى واسطة، لا يحتاج إلى أن يتوسط من يعبده بشيء يجعله إلها مع الله عز وجل. فعلينا أن نتعلم التوحيد ونتعلم العقيدة حتى نعبد الله عز وجل عبادة صحيحة كما كان يعبده النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا.